تعالوا نروح، دي مجموعة متهمين. هنبدأ بيه محمد رمضان. محمد رمضان متهم بسرقة لحن أغنيته الجديدة لو ناسيين أفكركم. لو ناسيين إيه وإحنا بنفكرك إن في حد بيقول إنكم سرقتوا اللحن. محمد رمضان بيواجه أزمة جديدة بعد اتهامه بسرقة لحن أغنيته الجديدة. مفيش حاجة لمحمد رمضان يا جماعة بتعدي كده بجد، لازم يكون عامل وراها حاجة، لازم نسمع وراها حدوتة. لو نسينا أفكركم دي تم طرحها على قناة رمضان الأسبوع اللي فات على اليوتيوب. فجأة طلع الملحن صادق عادل كتب إيه؟ كتب على حسابه الشخصي على فيسبوك، كتب هام جدا. أغنية، هو بيقول كده، أنا مش دعوة، أنا ده مش كلام أنا، ده كلامه هو. النجم محمد رمضان الجديدة لو نسينا أفكركم من ألحاني ونازلة بصورتي يوم، عفوا نازلة بصوتي يوم 11/7 اللي فات، يعني من 4 شهور، والكل يقدر يسمعها قبل ما يقفلوها. يعني هو يا عين الراجل كمان خايف يقفلوا له الأغنية بتاعته. تخيلوا، يعني هو عامل يوم 11/7 الأغنية، وجات الأغنية ياخدوا اللحن ويعملوها لأيا كان مين الاسم اللي خد اللحن وغناه، إن كان بقى مغني ولا مؤدي، لكن في الآخر الراجل يعني موجودة الأغنية بصوته على اليوتيوب وعلى قناته، وقلقان ان هم يقفلوها. بيقولوا ان هو وصلوا معلومات ان في ناس بتحاول تقفل الأغنية دلوقتي. الأستاذ صادق عادل، الملحن صادق عادل، قال المهم ان هو اتفاجئ ان مكتوب في التتر ان هي من ألحان الأخ شريف عبادة، ودي زي ما هو ما بيقول في الكلام اللي كاتبه فضيحة وسرقة علني. طب ما انا بقول لك روح قدم شكوى في النقابة بتاعتكم، لانه يعني ده خدوا بالكم، الأستاذ صادق عادل بيقول يعني كارثة، بيقول ان الأخ شريف عبادة ده مش ملحن اصلا. يا نهار اسود، ايه ده؟ مجامله؟ يعني المجاملات وصلت لكده؟ مش ملحن اصلا، وبيقول كمان ان هو بيتحداه يغني اللحن بصوته اصلا، وقال انا عايز حقي وبطلبه بكل ادب وبكل احترام، ويا ريت كل الناس تساعدني اوصل صوتي واجيب حقي من المدعو شريف عباده، لان اعتقد هو بيقول كده ان شركه روتانا تعرضت، والكلام على مسؤوليته، للنصب، ومستحيل تكون على علم بالسرقه العلنيه دي، والله اعلم. المهم ان الاستاذ صادق عادل، الملحن صادق عادل، قال اتمنى من كل اصدقائي الصحفيين متابعه الموضوع ومساعدتي على اخذ حقي بكل الطرق المشروعه. وده لينك الغنوه للي حابب يسمعها، هو حط لينك الغنوه، واحنا ما نعرفكش واحنا مش اصدقائك يا استاذ صادق، ولكن عندما رايت هذا الموضوع بعيني طلبت من زملائي في الاعداد احمد علاء والزملاء ان يحطوا الموضوع معانا عشان نساعدك تاخد حقك. مساء الخير الملحن صادق عادل، منورني. الو، مساء الخير يا استاذ صادق. مساء النور يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بيك ومنور. اهلا بحضرتك، ربنا يخليك على الكلام الجميل ده يعني شرف ليا كبير ان انا ده يعني اتكلم. انت طلبت من الاعلام والصحافه يساعدوك اللي هم اصدقائك، حقيقي. ولكن انا طبعا يشرفني صداقتك، ولكن انا اول مره اتكلم معاك، فمجرد ان سمعت بموضوعك اخدت الموضوع وعرضته وسيادتك معايا على الهوا. ايه الحكايه بقى؟ سرقوا اللحن بتاعك دلوقتي يا فندم؟ انا اولا انا صادق عادل، مطرب وملحن، اخو الشاعر ايمن بهجت قمر من الام. انا دلوقتي يا فندم كنت عرضت الغنوه دي من حوالي 6 شهور من خلال المذيع شريف عباده، كان هو الميدل مان، كان الوسيط ما بيني وما بين الفنان محمد رمضان. سمعت الغنوه بناء على ان كنت عايز اغنيها مع دويتو، لان هي لحني وتوزيعي وكلام ولد اسمه فايتر، ده بيراب، هو اللي كاتبها، ولد عنده 18 سنه. الموضوع اتأخر، فبالتالي عرفت ان الموضوع يعني انت في البدايه، خلينا نمشي واحده واحده يا استاذ صادق. في البدايه انت اللحن بتاعك عملته واديته للاخ شريف عباده ده بناء على ان هو يسمعه للمكتب بتاع عشان يسمعه لمحمد رمضان بالظبط، وعشان محمد رمضان يقول وانا اغنيه معاه الحته اللي هي مغنيها. يعني هتغنوه انت ومحمد رمضان مع بعض؟ بالظبط يا فندم، كنت انا هقول الحته بتاعت شاهيناز اللي هي بتغنيها استاذه شاهيناز. اتفاجئت بقى؟ لا لسه الموضوع اتاجل، فبالتالي عرفت ان هو اترفض، فرحت منزلها على الساوند كلاود من حوالي 4 شهور ونص.
بصوتي انا والولد اللي كاتبها اللي اسمه فايتر بيراب هو بدل رمضان وانا بغني بدل شاهيناز. ايوه تمام. اتفاجئت يا فندم ان فجاه من حوالي كام اسبوع كده كلمني الوضع شريف عباده طلب مني اللحن بتاع الغنوه بدون مزيكا، على اساس ان الفنان عايز يحفظه عشان خاطر يغنيها ومش هينفع حد يغني معاه، يعني على اساس انه هيغنيها لوحده. طبعا انا ما ترددتش، رحت قافل الغنوه اللي على الساوند كلاود، ولولا ستر ربنا ان انا ما مسحتهاش، مجرد ان انا خليتها برايفت ان انا اللي اشوفها بس. تمام. فبعت له اللحن، اكلم شريف بعدها ما بيردش، اكلمه ما بيردش، لغايه لما اتفاجئت بنزول الغنوه نازله ومكتوب ان هي لحن شريف عباده. كلمتهم بقى، رجعت ليهم؟ كلمت محمد رمضان نفسه، وكلمت المكتب قال لك بتاعه ايه محمد رمضان؟ قالوا لي والله دي حاجه دافعين 100,000 جنيه لشريف عباده عشان خاطر يديهم الغنوه يعني. انت طبعا هنا السؤال، السؤال في اي اوراق وقعت من خلالك او انت وقعتها لشريف عباده؟ لا نهائي نهائي نهائي. وانا كمان مسجل الغنوه مصنفات، لان انا اخويا ليه الشركه اللي هي زي الجمعيه اللي هي اريبيان رايت، انا مسجل الغنوه بلحني وتوزيعي. طب انت ايه الاجراءات القانونيه اللي انت اخدتها؟ انا او اللي رفعت انت قضيه بناء على ان انا كلمت الاستاذ سعيد امام مدير شركه روتانا والاستاذ محمد رمضان، وما لقيتش اي منهم يعني مساعده ولا اي اجراء عملوه، لان كنت طالب ان الغنوه تتوقف على اليوتيوب. طبعا هم ولا عملوا اي حاجه. ابعت انت لليوتيوب المصنف الفني بتاع ما هو ده اللي انا الاغنيه. بعمله حاليا، ان انا رفعت السيشن بتاعي على النت عشان ابعته لليوتيوب نفسهم. انت ليه ما قدمتش شكوى؟ ليه ما قدمتش شكوى في نقابه المهن الموسيقيه وشكوى اخرى في نقابه المهن التمثيليه؟ انا الغنوه رافعها على الساوند كلاود من 5 شهور ونص من قبل. طب يا فندم انت هل تقدمت بشكوى لنقيب الموسيقيين النقيب مصطفى كامل؟ لسه يا فندم. انا اخويا ايمن هو اللي يعني سايق الموضوع. تمام. المحامي بتاعي طبعا. بس خد بالك من حاجه، محمد رمضان ليس عضوا من نقابه الموسيقيين، فلما تيجي تقاضي محمد رمضان هتقاضيه في نقابه المهن التمثيليه. وكمان انا يا فندم الغنوه مسجلها شهر عقاري مصنفات باسمي، ده غير ان الغنوه انا منزلها على النت من 5-6 شهور، يعني قبل نزول غنوه محمد رمضان انا اغنيتي موجوده على يعني انت بتتهمهم ان سرقوا اغنيتك وسرقوا اللحن بتاعك بالكلمات بكله، يعني الموضوع مش لحن بس، ده لحن وكلمات اتسرقوا. بس الكلام تبع المدعو فايتر، هو حر بقى، موافق اسم حد تاني مش موافق دي حاجه ترجع له. والتوزيع بتاعي طبعا اتغير، حد تاني وزع اسمه مش عارف كلوبكس ده ما اعرفش. لكن انت مكمل في القضيه ولن تتراجع استاذ صادق؟ 5 شهور حضرتك مكمل في القضيه ولن تتراجع؟ طبعا يا فندم، ده حقي وحقي المعنوي والمادي. انا ما خدتش فلوس، والمدعو شريف عباده واخد 100,000 جنيه بناء على ايه؟ انا مش عارف. طب راي الفنان واحد مش ملحن اساسا وما يعرفش انا مستغرب انك بتقول ان هو مش ملحن. هل انت عضو نقابه المهن الموسيقيه؟ انت عضو في النقابه؟ انا لا مش عضو يا فندم للاسف، بس انا حاليا قدمت ان انا ابقى عضو، لان انا يعني مهنتي الاساسيه هنا التوزيع. طيب هل الفنان ايمن بهجت قمر رايه ايه في الحكايه؟ غير مكانك لان مش عارفين نسمعك. طيب احنا فقدنا الاتصال، اشكرك جدا، حاولنا نعرض الموضوع، واتمنى من كل الناس المسؤولين عن انتاج هذه الاغنيه الراجل ده لو له حق ياخده.